يوم 10 و12 و13 اغسطس 2023 اللي جايين دول اللي هم بعد بكره هيكون في معرض جامد جدا في اسكندريه عند كارفور اسكندريه، معرض من بوليوود بازار. المعرض ده بقى بيدلعوكوا عشان الناس اللي لسه طالعه من الاجازات والناس اللي عايزه تتفسح في اسكندريه بعد طبعا الصيف واللي حصل هناك في اسكندريه. عايز اقول لكم ان المعرض ده هيبقى جامد جدا جدا، وهيبقى فيه كميه خصومات لكل الشركات اللي هناك. فاي حد عايز يشتري حاجه استنى، ما تشتريش اليومين دول، استنى عشان المعرض خلاص بعد يومين بالظبط، 10 و12 10 و11 و12 اغسطس اللي جاي ده 2023. غير كده بقى في جوائز معموله للناس اللي هتشتري، يعني في ناس هتكسب بعد ما تشتري الحاجات دي. هيكسبوا ايه؟ هم قالوا لي ما اقولش، بس انا مش هقول يعني ان هم هيكسبوا في سبيكه ذهب، في شاشه ال سي دي، في موبايلات هتتوزع. غير اصلا ان انت مش رايح بس تشتري حاجات، انت رايح تتفسح، حرفيا انت رايح تتفسح، لان هيبقى في كذا شويه يتعمل هناك وكذا في احتفالات ودي هتبقى. اقول لكم بقى حاجه اهم من سبيكه الذهب والشاشات اللي الناس هتكسبها والموبايلات والكلام ده، ان انا وحسن هنبقى موجودين هناك يوم 10 اغسطس. يعني عايزين نقابل الناس كلها هناك ان شاء الله، يعني تطلع حاجه اهم يعني. بس عايزين نقابل الناس كلها هناك. ورساله بقى لاي حد من الشركات عايز يلحق يخش في المعرض، هسيب لكم الاكونت بتاعهم هنا، خشوا شوفوا المعرض اللي هم عملوه قبل كده، وخشوا كمان احجزوا من هنا للمعرض ده او المعرض اللي جاي. يعني لو لحقتوا المعرض ده احجزوا من هنا، ولو لحقتوا المعرض الجاي زي الفل. يا دنيا